السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي بنعمل التكست او النص اللي بيكون بارز هنا في شكل النعل من تحت، زي اللي في الريفرنس. هنا عندنا الشعار وفي رقم 5 ورقم 7، وزي ما احنا شايفين النصوص اللي هنا. طيب، هنبص من هنا كده ونمسك النعل بتاعنا وندخل edit mode. مثلا نحدد اي فيرتكس من دول من مساحة من المساحة اللي هنشتغل فيها. تمام، حددنا دي وندوس شيفت اس كاروسيل تو سيلكت عشان الكاروسيل تيجي هنا. تمام، دلوقتي لما نضيف من شيفت A ونختار تكست. تمام، هنلاقي النص بتاعنا هنا نزل. أول حاجة هنعملها هنغير شكل الفونت. هنروح هنا في البروبرتيز، هنا هتلاقي هنا في أيقونة جديدة ظهرت، حرف ال A. دي إعدادات الفونت، إعدادات الكتابة بتاعتك هنا. تمام، نروح على فونت، من هنا نختار ندوس على شكل الفولدر اللي هنا الأيقونة، وهنا نختار فونت. أنا هختار فونت يكون شكله راوند شوية، يعني مفيهوش زوايا حادة، عشان يكون شبه نفس الفونت اللي في الريفرنس. تمام، فأنا كنت شفت كذا فونت راوند. في أهو عندنا ده الزوايا بتاعته نص دايرة كده، وهنا ده برضو نفس الكلام. فأنا اختار ده مثلا، أو اختار ده مثلا كويس. بالظبط ده اللي انا عاوزه. وبعدين وانا عامل سيلكت كده هروح ايديت مود، نغير دي كروكس، خليها نفس الاسم بتاع الشعار، كروكس. تمام. طيب دلوقتي عشان نشوف كويس عايزين نطلع ده لفوق شوية، GZ لفوق كده. بالظبط. نبص من هنا تاني، ودلوقتي هنبص للواير فريم عشان نشوف كلمة بتبدأ من اليمين هنا للشمال، فاحنا محتاجين نعكس او نلف الشكل بتاعنا ده. تمام، فاحنا لو عملنا RX، لا RY، ايوه بالظبط RY. هنكتب هندوس، ارجع كده، ندوس RY 180، 180 درجة بالظبط كده. الكلمة بتاعتنا واخدة نفس اتجاه الكلمة اللي في الريفرنس. تمام، دلوقتي لما نيجي نصغر نروح كده سوليد الأول. دلوقتي عاوزين نصغر النص بتاعنا، مش هنصغر من اس، مش هندوس اس ونصغر كده، لا. دلوقتي هنروح على ال properties، هنا نروح على الترانسفورم، من هنا نقدر نصغر الفونت كده مثلا، ونخلي الفونت من هنا السنتر، ونفس الفكرة هنا نخليه ميدل، بحيث ان السنتر بوينت تكون في المنتصف كتلة التكست بتاعتنا. دلوقتي هنكبر سنة صغيرة كده مثلا، وندوس G Shift Z عشان يتحرك معانا على مستوى ثابت زي كده. تمام، عندنا هنا رقم 5 ورقم 7 وحرف ال M وحرف ال W. طيب Shift Z ونجيب السنتر بوينت. السنتر بوينت دي تكون في نص التجويف بتاعنا هنا، عشان لما ندخل Edit Mode ونعمل Select All نكتب رقم 5 يكون الرقم في النص. تمام، دلوقتي هنصغر شوية كده مثلا، G Shift Z مثلا كده في النص، وندبليكيت Shift Z، أو ممكن ندوس X كده. تمام بالظبط، هنا كده في النص ندخل Edit Mode ونخليه رقم 7. تمام، نبص للريفرنس. تمام، عندنا هنا حرف W، حرف ال W وحرف ال M، وهنا حرف ال W، وعندنا هنا TM، وعندنا ميدن شاين. طيب، فاحنا هنروح سوليد تاني ونمسك أي رقم من دول، Shift Z. ممكن نكتب الأحرف هنا كده، مش شرط نلتزم بالريفرنس يعني 100%. هنا هندوس M. تمام، Shift Z أو X كده.
مثلا، ونخلي ده W. تمام، بالظبط، او العكس يعني. تمام، هنا M وهنا W. تمام، دلوقتي هنا عندنا برضو حرف TM، Shift D Shift Z، ونجيبها هنا مثلا، ندخل Edit Mode نكتب TM، ممكن نصغرها شوية كده مثلا، ونعمل Duplicate Shift D Shift Z هنا كده مثلا، ندخل Edit Mode نكتب Mid in China. تمام، نصغرها برضو كده مثلا، ممكن نوسع بين الأرقام شوية، بين الأحرف شوية، من spacing من هنا، نزود مثلا كده، لا، نزود بين الأحرف نفسها كده مثلا. تمام، G Shift Z، نوسطنها بالظبط. تمام، دلوقتي هنيجي نبص من الجنب هنا كده، هنلاقي إن النصوص كلها بقت على المستوى واحد. دي فايدة إن احنا بندوس G Shift Z عشان يتحرك على نفس المستوى أو مستوى ثابت. تمام، طيب دلوقتي هنمسك تكست الشعار والرقم 5 أو رقم 7، نخليهم كتلة واحدة ومعاهم برضو ميد ان شاينا. ليه؟ لأن دول هم اللي نازلين تحت، هم اللي نازلين في التجويف اللي احنا عملناه. فاحنا أول حاجة هنعملها نحولهم convert to mesh. دلوقتي ما بقاش تكست تقدر تعدل فيه، دلوقتي هو بقى مش بقى كتلة دلوقتي تقدر تشتغل بيها سمك كشيب يعني. تمام، هنا نفس الفكرة، نمسك التلاتة دول لأن دول برا التجويف، نفس الفكرة نعمل convert to mesh ونقفلهم Ctrl J كده بقى كتلة واحدة. نمسك دول برضو كده ونعمل لهم Ctrl J. تمام، ممتاز. دلوقتي لما ندخل Edit Mode نشوف كده التوبولوجي بتاعنا، هتلاقيه زي ما انت شايف كده خطوط داخلة في بعض. احنا عاوزين نقلل الخطوط دي كلها، واحنا عاملين Select نطلع برا الإيديت مود ونروح على البروبرتيز من هنا، نضيف من add modifier decimate من هنا كده. تمام، ونغيرها نخليها بلانر من هنا كده. لو جينا ندخل edit مود او مفيش تغيير، لان لازم نعمل apply الاول للموديفاير ده، apply وبعدين. تمام، ده اللي احنا عاوزينه بالظبط. بس خد بالك ما تعملش subdivision عشان ممكن يعمل معاك كراش، ممكن البرنامج يقفل منك. اول حاجة دوس سيف كنترول اس، يعني لازم كل خطوة تعملها نضيف كنترول اس او ندوس كنترول اس عشان نحفظ الخطوة اللي احنا وصلنا لها. دلوقتي هنمسك الشكل بتاعنا ونضيف له السيكنس من هنا generate solidify كده مثلا، ممكن نبص من هنا كده عشان نشوف، ونزود مثلا السيكنس كده. تمام، ممكن نسيبه زي ما هو او ممكن ننعمه كده مثلا شيد سموث، او بلاش شيد سموث. ممكن نعمل حاجة بعد ما عملنا السوليديفاي نعمل له ابلاي كده. تمام، وندخل دلوقتي هتلاقيه زي ما احنا شايفين كده. تمام، هنروح نضيف له من موديفاير تاني، هنروح على ريمش تقريبا اهو، شوف، ونخليها شارب. تمام، ومن هنا نخلي الرقم ده 8. تمام، ونشيل ريموف من هنا، نشيل علامة الصح اللي هنا. تمام، دلوقتي لما تيجي تمسك الشكل هتلاقي الشكل بتاعك ظهر، لأنه كان في الأول اختفى. تمام، لازم تغيرها لشارب وتغير الرقم ده تخليه 8 وتمسح علامة الصح اللي كانت هنا. تمام، دلوقتي لما تيجي تمسك الشكل وتدخل edit مود هتلاقي مفيش تغيير حصل، فاحنا هنعمل ابلاي للإفكت اللي عملناه في الموديفاير، وندخل كده هنلاقي التغيير بتاعنا حصل هنا زي ما احنا شايفين كده.
التوبولوجي بتاعنا ظبط وبقى زي ما احنا شايفين كده مربعات. طيب تمام، نمسك الشكل بتاعنا دلوقتي نعمله ممكن نعمل له كنترول 2 ونعمل له سب ديفيجن، بس قبل ما نعمل كده هندوس سيف عشان ممكن الجهاز يعمل كراش. هنسيف شغلنا عشان لو عمل كراش يبقى نفتح على اخر مرحلة اللي هي دي. دلوقتي نمسك ده كنترول 2. تمام، ما عملش كراش الحمد لله، وادانا نعومة، بس الشكل فيه شوية تخبيط كده او تجاعيد كده. مش مشكلة لان يعني ده مش هنقرب له اوي زي كده. تمام، وهي المشاكل دي في صالحنا اصلا يعني. هو اصلا كروكس بيكون يعني متبهدل زي كده اصلا حتى وهو لسه جديد يعني. هننزل النص بتاعنا ده جي زد لحد هنا لما يدخل في النعل بتاعنا، ايوه زي كده مثلا. وفي هنا حاجة مهمة لازم نوضحها، احنا دلوقتي بنعمل البروز بتاع النص من غير ما نقفل النعل والنص مع بعضهم، يعني يبقوا الاتنين كتلة واحدة. يعني ليه احنا بنعمل كده؟ آه، دلوقتي احنا مش هنصنع، يعني احنا لو هنصنع الكروكس ده يدخل مصنع ويشتغل ويتصنع فعلا وينزل السوق مثلا، فاحنا محتاجين نقفل النص اللي هنا او البروز اللي هنا مع النعل، يبقى الاتنين كتلة واحدة. تمام، وساعتها لازم نظبط التوبولوجي بتاعنا ما بين النعل وما بين النص بتاعنا. تمام، فاحنا يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنسيبه زي ما هو، مش هنقفله، بس احنا بس هنمشيه كده عشان يدينا نفس الشكل، بس لان احنا مش هنصنع. فانا هندوس جي زد وبس ننزله كده بحيث ان هو يبان ان هو بارز. تمام، ونفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا بدول. نمسك ده نروح ندخل edit مود. تمام، عندنا هنا التوبولوجي بتاعنا زي ما احنا شايفين كده خطوط داخلة في بعضها. هنصلح الموضوع ده ازاي؟ هنروح على add modifier ومن هنا نختار decimate. تمام، بعد لما عملت decimate هنخليه بلانر من هنا. تمام، وندخل edit مود هنلاقيه لسه زي ما هو. لازم نعمل له apply الاول، نطلع بره الايديت مود ونروح على الافكت في الموديفاير نعمل له apply. دلوقتي ادخل edit مود هتلاقي زي ما احنا شايفين كده نضف. طيب دلوقتي هنعمل له solidify، نضيف السيكنس بتاعه من هنا generate، نختار solidify. ايه ده؟ لا solidify بالظبط. ممكن نزود سنة بس كده ونعمل له apply. نعمل apply للsolidify ده كده. تمام، ندخل edit mode هتلاقي ايه لسه برضه مفيش تغيير. هنروح نضيف له remesh من هنا. بعد لما ضفنا remesh احتمال النص يختفي معاك زي كده. اول حاجة هتعملها هتروح تغيرها لشارب، تلاقي في جزء ظهر. دلوقتي هنخلي الرقم ده 8 وهنشيل علامة الصح من هنا. تمام، هتلاقي النص بتاعك ظهر زي ما كان الأول. طيب عشان نشوف التأثير ده نعمل له apply من هنا، ودلوقتي ادخل edit mode هتلاقي ايه التوبولوجي زي ما احنا شايفين كده. تمام، طيب دلوقتي لو عملت له subdivision هيديك شكل مظبوط زي ده كده. بس قبل ما نعمل كده هندوس save كنترول S. تمام، استنى لما نعمل سيف، ايوه، ونعمل كنترول 2 بالظبط وندوس شيد سموث. طبعا المشاكل دي زي ما قلنا يعني هي في صالحنا، يعني محدش هيركز فيها يعني. جي زد لحد لما تنزل في النعل مثلا زي كده. دلوقتي نبص من هنا. تمام، يعني ممكن تظبط احجام الحاجات دي كلها يعني. بس هو اهم حاجة احنا نعرف ازاي بنعمل الشكل نفسه زي اللي في الريفرنس او نطلع شكل الريفرنس. تمام، وبعد كده ان شاء الله لما تبدأ تحترف او تبدأ تدخل في ال 3D اكتر تقدر بعد كده تظبط الحاجات ديت ان هي تطلع شغل مصنع بقى، تطلع تصنيع. ساعتها هتكون بتعرف تعمل التوبولوجي بتاعنا هنا مظبوط ما بين اللحام اللي بين الرقم وبين النعل نفسه. يعني لازم نظبط التوبولوجي. انا بص شوف بص الفونتات نفسها اللي هي الخطوط دي التوبولوجي بتاعتها، المربعات دي.
ولما تمسك النعل شايف المربعات والخطوط اللي هنا، ده التوبولوجي بتاعها. فانت محتاج تعمل ايه لما تيجي تودي المصنع؟ محتاج ان انت لما تدمج الاتنين دول، تمسك ده وتمسك ده، تدمجهم مع بعض، لازم تظبط التوبولوجي بتاعهم هما الاتنين، بحيث ان هما الاتنين يكونوا ماشيين مع بعض مكملين بعض، مش ده ماشي في كده وده ماشي كده مثلا. تمام. يعني انت مع الشغل هتتعمق في الموضوع ده اكتر يعني. طيب، واحنا بكده نكون خلصنا الفيديو ده لحد هنا، وان شاء الله بنكمل في الفيديو اللي جاي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.